هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 24 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول لتناول الندوة التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي في ذكرى يوم اللاجئ العالمي والذي يصادف 20 من يونيو من كل عام. وفي الجزء الثاني يقدم لكم الزميل عبد السلام السمرة تعليقا سياسيا تحت عنوان ماذا سيقدم إسياس أفورقي للسودان. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مجلس قساوسة الكنيسة الكاثوليكية في إريتريا يطالب بإطلاق سراح المعتقلين. الاتحاد الأوروبي يطالب الحكومة الإيطالية بالتراجع عن سياساتها بخصوص اللاجئين. عدة منظمات دولية تنظم ندوة حول يوم اللاجئ العالمي في باريس. الصين تطالب بعدم التدخل في الشأن السوداني. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. لا زالت طلبات مجلس قساوسة الكنيسة الكاثوليكية في إريتريا تتواصل بعد الخطاب الذي قدموه لوزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين، مطالبين بإعادة فتح العيادات وإطلاق سراح القائمين عليها والذين اعتقلوا في 13 من الشهر الجاري. وكان المجلس قد نشر في نص مطالبته في مجلة التضامن المسيحي العالمية، والتي أشار فيها إلى أن الحكومة الإريترية قامت بقفل ومصادرة معدات 22 عيادة تعود ملكيتها للكنيسة الكاثوليكية. وقال المجلس بأن السلطات أغلقت العيادات واعتقلت القساوسة المشرفين عليها. وكانت الكنيسة الكاثوليكية في إريتريا قد طالبت على لسان بعض أعضائها بحل المشاكل التاريخية في إريتريا، وانتقدت ممارسات الحكومة الإريترية في أكثر من مجال. طلب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإيطالية بالتخلي عن القرار الذي اتخذته مؤخرا والقاضي بتغريم أي منظمة إنسانية تعمل في مجال إنقاذ اللاجئين حوالي 50,000 يورو. وقال الاتحاد الأوروبي بأن هذه الخطوة، والتي جاءت بناء على اقتراح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، تتناقض مع القانون الدولي. واعتبرت المنظمات الدولية من جهتها بأن هذا القرار الإيطالي يمثل حربا مفتوحة ضدها. وكان وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتشدد قد هدد قبل الموافقة على مشروع اقتراحه بمنع كل المنظمات الدولية من إنقاذ اللاجئين في عرض المتوسط، وأن كل منظمة تعمل في ذلك سوف تتعرض إلى العقوبات من قبل الحكومة الإيطالية. شهدت باريس في مساء يوم الأربعاء الماضي ندوة حول اليوم العالمي للاجئ والذي يصادف 20 من يونيو سنويا. ونظمت الندوة في مقر بلدية الضاحية الثانية في باريس وبحضور عمدتها السيد جاك بواتو. ونظمت الندوة كل من بلدية ضاحية باريس الثانية ومنظمة السلام في اليمن وإذاعة أرينا وحزب الخضرة الفرنسي ومنظمة ثينك أفريكا واتحاد فيفر لرعاية اللاجئين السوريين وشبكة التضامن مع اليمن. وتناولت الندوة قضايا اللاجئين واللجوء في العالم مع وصول أعداد اللاجئين عالميا إلى حوالي 70 مليون لاجئ حول العالم. وشارك ممثل لإذاعة أرينا في الندوة متحدثا عن أسباب اللجوء في إريتريا ومظاهره وإمكانية الحلول النهائية للمشكلة. كما تحدث ناشط سوري حول أوضاع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء. وتحدث ناشط سوداني ومتخصص في الشؤون الإنسانية حول معاناة اللاجئين السودانيين. كما تحدث متخصص يمني في الحرب الدائرة في اليمن وأسباب اللجوء ومظاهره. وافتح باب النقاش حول الأوراق التي تم تقديمها، واستمرت الندوة حتى وقت متأخر من مساء ذلك اليوم. وللمزيد حول هذه الندوة تابعوا معنا حلقة اليوم
من برنامج تعليق على الحدث. قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو أنه يتعين على المجتمع الدولي الاحترام التام لسيادة القضاء السوداني وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وأضاف تاو في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية يوم الخميس الماضي أنه يتعين على المجتمع الدولي الاهتمام بالمطالب المشروعة للحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور. وتابع تاو أن موقف الصين بشأن القضية الثابت لم يتغير، مشيرا إلى أن الوضع في دارفور تحسن بشكل واضح، والصين تأمل أن يكون في مقدور المجتمع الدولي تقديم المساعدة من أجل السلام والاستقرار الدائمين والتنمية المستدامة في المنطقة السودانية. وأكد تاو أن الصين مستعدة للعمل مع باقي المجتمع الدولي للاطلاع بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور. على نفس الصعيد كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا قد طالبت المجلس العسكري السوداني بتقديم الرئيس البشير وأربعة متهمين آخرين إلى المحكمة الدولية بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في دارفور، أو تقديمهم للعدالة في السودان في حال قدرة القضاء السوداني على محاكمتهم عن هذه التهم. وجاء تصريح نائب المندوب الصيني بعد الاستماع إلى المدعية العامة للمحكمة في مجلس الأمن يوم الخميس الماضي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. مجلس قساوسة الكنيسة الكاثوليكية في إريتريا يطالب بإطلاق سراح معتقليه. الاتحاد الأوروبي يطالب الحكومة الإيطالية بالتراجع عن سياساتها بخصوص اللاجئين. عدة منظمات دولية تنظم ندوة حول يوم اللاجئ العالمي في باريس. الصين تطالب بعدم التدخل في الشأن السوداني. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، والذي يسلط الضوء على أهم أحداث الأسبوع الماضي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وفي الجزء الأول نقدم لكم تقريرا خبريا حول الندوة العالمية التي نظمت في باريس يوم الأربعاء الماضي بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، والذي يصادف سنويا 20 من يونيو. وهي ندوة شاركت فيها عدة منظمات دولية، ومن ضمن المنظمين لهذه الندوة إذاعة أرينا، والتي سلط المتحدث باسمها الضوء على أسباب الهجرة ومظاهرها في إريتريا والحلول الجذرية لها. وفي الجزء الثاني نقدم لكم قراءة لتعليق تحت عنوان ما الذي سيقدمه أفورقي للسودان بصوت الزميل عبد السلام سمرة. فأهلا وسهلا بكم ومتابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إرنا. نظم حزب الخضرة الفرنسي وشبكة التضامن مع اليمن واتحاد ريفيفر العامل في مجال خدمة اللاجئين ومنظمة ثينك أفريكا وبلدية الضاحية الثانية في باريس واتحاد الصحفيين السوريين ندوة في مساء يوم الأربعاء الماضي في قاعة بلدية ضاحية باريس الثانية بالقرب من بورصة باريس للأوراق المالية. وشارك في الندوة كل من السيدة ديلنور ريان، وهي مهتمة بشؤون أقلية الويغور الصينية المسلمة وما تتعرض له من اضطهاد، والسيدة إيمان أبو القاسم شرف الدين، وهي ناشطة سودانية في مجال حقوق المرأة واللاجئين، والسيد علي ترايو منسق شؤون إنسانية للاجئي دارفور، والسيد عبد السلام كليش عن حزب الخضر الفرنسي، والسيد صادق السعر من منظمة السلام لليمن، والفونس توزيم
وهو باحث متخصص في شؤون اللاجئين في منظمة ثينك أفريكا، والدكتور كريستوفر أوبرلان وهو طبيب متخصص في العمل في معسكر اللاجئين الفلسطينيين، والسيد ميشيل موزيه الرئيس الفخري لمنظمة ريفيفر، وأخيرا فتحي عثمان من إذاعة إرينا. وتحدث المشاركون حول أوضاع اللاجئين في بلادهم بصورة مقتضبة لا تتجاوز 20 دقيقة لكل متحدث، وبعد ذلك فتح باب النقاش حول ما قدمه المشاركون. هذه إذاعة إرينا. وتحدثت السيدة ديلنور ريهان المتخصصة في شؤون الويغور الصينيين، وقالت أولا بأن العالم ينظر إلى الويغور في الصين إلى أنهم أقلية مسلمة، ولكن حقيقة الأمر أن الويغور ليسوا أقلية في بلادهم، لأن بلادهم محتلة من الصين وتحت الاحتلال والتغييب للمعلومات، فإن الويغور المسلمين يعيشون وضعا مأساويا مزدوجا. بعد ذلك تحدث السيد أكرم الأحمد من المركز السوري للصحافة قائلا بأن الوضع في سوريا معروف لديكم من خلال المتابعة، ولكن أوضاع اللاجئين السوريين تسوء يوما بعد يوم، وأن الوضع في سوريا لن يصل إلى الاستقرار إلا في ظل تسوية شاملة تضمن عودة اللاجئين إلى بلادهم، وأن ذلك ليس سهلا على الإطلاق. بعد ذلك تحدثت الناشطة السودانية إيمان أبو القاسم عبر الإنترنت، إذ أنها لا تقيم في فرنسا، فتحدثت حول انتهاكات حقوق الإنسان ليس في دارفور فقط بل حتى في الخرطوم، والتي شهدت في بداية الشهر الجاري مجزرة راح ضحيتها العشرات من المعتصمين في محيط القيادة العامة للجيش السوداني كما قالت. وطلبت السيدة إيمان المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على المجلس العسكري الانتقالي بأن يقبل بتحقيق شفاف ومستقل حول هذه المجزرة، وقالت بأن الأمر لم يتوقف عند حد المجزرة بل تعداه إلى الاعتداءات على المدنيين في الأحياء بواسطة قوات الدعم السريع. وقالت السيدة إيمان بأن الفظيع في أمر فض اعتصام القيادة العامة هو التأكيدات التي تم الحصول عليها بصدد حالات اغتصاب تمت في نهار رمضان، وأن هذه الحالات موثقة وتستدعي المحاسبة الفورية للمسؤولين عنها حفظا لحقوق الضحايا. وأوردت السيدة إيمان في مداخلتها أرقاما لضحايا الانتهاكات في إقليم دارفور خلال فترة الرئيس المعزول عمر البشير، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من محكمة الجنايات الدولية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ثم بعد ذلك تحدث السيد صادق السعر من منظمة السلام لليمن، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، وقال بأن الوضع في اليمن يتدهور يوما بعد يوم بسبب الحرب هناك، وأن الدول الغربية خاصة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا تتحمل المسؤولية عن جرائم الحرب التي تحدث ضد المدنيين في اليمن، لأن هذه الدول تبيع السلاح للدول التي تقتل المدنيين هناك. وحول أوضاع اللاجئين قال بأن اليمن لم يكن يعرف الظاهرة قبل الحرب الأخيرة، والآن أصبح في اليمن نازحين في الداخل ومهاجرين في الخارج، إضافة لتفشي الأوبئة والأمراض بسبب غياب الغذاء والرعاية الصحية والخدمية وسبل المواصلات. ثم تحدث بعد ذلك الأستاذ علي ترايو المنسق في مجال الشؤون الإنسانية والذي عمل في إقليم دارفور لسنوات طويلة حول الأزمة التي يشهدها الإقليم، خاصة الحروب والمجازر التي ترتكبها الميليشيات والتي أودت بحياة الألوف وشردت الألوف الآخرين. وأشار إلى أنه في نهاية الثمانينات لم تكن هناك موجة هجرة في الإقليم مثل ما هو حادث الآن، وكل ذلك بسبب الحروب والجفاف الذي يعصف بالإقليم في ظل التدهور البيئي وسوء المعالجات لحكومات الخرطوم المتعاقبة. وأرسل السيد علي ترايو رسالة تضامن لإخوانه وأخواته الذين يثورون حاليا في العاصمة الخرطوم لمنع العسكري من الاستمرار في السلطة، مكرسين بذلك نفس نظام الرئيس السابق صاحب الفظاعات التي يعرفها العالم كله في دارفور كما قال. وقال بأن مشكلة اللجوء لا يمكن حلها إلا بالتركيز على جذور المشاكل.
هذه إذاعة إرنا. ونيابة عن إذاعة إرنا تحدث فتحي عثمان وبدأ مداخلته أولا بإرسال رسالة للأخوة والأخوات في السودان، وهي رسالة تضامن بعد المجزرة البشعة التي ارتكبها المجلس العسكري في ساحة الاعتصام صبيحة 3 يونيو، والتي بعدها أكد الرئيس إسياس أفورقي وقوفه إلى جانب المجلس العسكري. وهذا الموقف الرسمي لأسمرة لا يعكس رأي الشعب الإريتري حول ما يجري في السودان. وقال كذلك بأن الوضع في إريتريا لا تعكسه الأرقام، لأن الأرقام تنسى بسرعة. وقال للحاضرين: سوف أعطيكم صورا للوضع في إريتريا لعل الصورة تخلد في أذهانكم أكثر من الأرقام. وقال: لماذا تكون دولة بحجم إريتريا وعدد سكانها البلد الأول في العالم في عدد المهاجرين واللاجئين عند المناسبة والمقارنات بين عدد سكان البلاد وعدد الفارغين منها؟ وهذا تفسيره الوحيد، كما قال أن إريتريا هي أسوأ ديكتاتورية في أفريقيا، فالشباب يعيش حالة اليأس التام، حيث لا جامعة في البلاد ومدرسة ثانوية واحدة ل45,000 طالب وطالبة، وأفق مستقبلي أسود وحالك، إضافة إلى أغلال الخدمة الإجبارية والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان. كل هذا السجل يجعل إريتريا أكبر مصدر للاجئين بعد سوريا عالميا. وأضاف قائلا بأنه غطى الأحداث التي عقبت غرق السفينة التي كانت تقل لاجئين بالقرب من لامبيدوزا، حيث قضى 360 لاجئا إريتريا نحبهم في الحادثة التي أوردها التلفزيون الإريتري بالقول بأن عددا من المهاجرين الأفارقة لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل إيطاليا، بينما كان أغلب الذين كانوا في السفينة هم من الإريتريين. وبعد إجراء مقابلة مع أحدهم قال أنه يعلم بأن عبور البحر قد لا ينجح وقد يغرق ويموت، ولكنه قال: إذا مت فإني سوف أعرف أني ميت، وكذلك أسرتي سوف تعرف أني ميت، وبذلك يترحمون علي. كل هذا أحسن من البقاء في إريتريا، لأن الوضع في إريتريا هو وضع بين الحياة والموت، وهو وضع أسوأ من الموت. فالميت على الأقل يعرف مصيره، ولكن من يعيش في إريتريا لن يعرف مصيره أبدا بين المعسكر والسجن والحدود. وفي نهاية حديثه أشار المتحدث باسم إذاعة إرنا بأن الاتحاد الأوروبي بدأ في الآونة الأخيرة تقديم حلول غير ناجعة لمشكلة الهجرة في إريتريا. ففي السنوات الأخيرة بدأت أحزاب اليمين المتطرف تصل إلى السلطة في أوروبا، وهي أحزاب تقول بأن الأوروبيين يدفعون للاجئين من أموال الضرائب، وبما أنه ليس هناك مفر من الصرف على اللاجئين فمن الأفضل الصرف عليهم في بلادهم حتى لا يصلوا إلى أوروبا. وبهذا الفهم هي تقدم مساعدات للحكومة الإريترية حتى تخلصها من مشكلة الهجرة. ولكن للأسف رغم هذه الحلول غير المجدية، فإن الإريتريين لا زالوا يتدفقون على أوروبا، لأن سياسات الحكومة في أسمرة تدفعهم دفعا نحو الهجرة، وهي مسألة لن توقفها خزائن أوروبا كلها. هذه إذاعة إرنا. وفي الختام طرح سؤال حول الحلول الجذرية لمسألة الهجرة، وقدم كل متحدث إجابته على السؤال انطلاقا من الوضع في بلاده، حيث تباينت وجهات النظر بين الصين واليمن وسوريا والسودان وإريتريا. وقال ممثل إذاعة إرنا بأن وراء كل هجرة معاناة وظلم، وأنه ما لم يوضع حد للظلم والمعاناة فإن الناس سوف تخرج من بلدانها لدول أخرى بحثا عن السلام والأمن والحياة الكريمة. وفي إريتريا فإن السبب الرئيس للهجرة هو وجود نظام سياسي ينتهك حقوق الشعب الدينية والسياسية والثقافية والحق في الحياة نفسه، حيث يحرم من ممارسة العمل والاستثمار وحتى الزواج والاستقرار بسبب سياسات العسكر التي لا تنتهي. ولذلك فإن الإنسان في إريتريا سوف يظل دوما في هجرة دائمة ما لم يتخلص من الدكتاتورية في البلاد. المستمعين والمستمعات الأفاضل،
استمعتم بذلك إلى تقرير حول الندوة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي في باريس بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، والتي تم تسليط الضوء فيها على مسألة الهجرة في إريتريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي الجزء الثاني والأخير من برنامجكم تعليق على الحدث، تستمعون بصوت الزميل عبد السلام سمرة إلى تعليق تحت عنوان: ما الذي سوف يقدمه أفورقي للسودان؟ هذه إذاعة إرينا. أهلا بكم مستمعي إذاعة إرينا أينما كنتم. وفي تعليق على الحدث نطالع من الإفريقية 24 ما كتبه الأستاذ فتحي عثمان تحت عنوان: ما الذي سيقدمه أفورقي للسودان؟ هذه إذاعة إرينا. جاء زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان يوم الجمعة الماضي إلى أسمرة بعد 24 ساعة من استلامه دعوة عبر القائم بالأعمال الإريتري في الخرطوم. وفي لقائه بالمبعوث الإريتري في مكتبه بوزارة الدفاع، أشاد البرهان بالعلاقات التاريخية بين إريتريا والسودان، وشكر إريتريا على اهتمامها بقضايا السودان. فكيف يتشكل اهتمام أفورقي بالسودان ما بعد البشير؟ هذه إذاعة إرينا. في البداية يجب التأكيد بأن سياسات زعماء الإقليم خاصة سياسة أفورقي يحكمها مبدأ المعادلة الصفرية التي قوامها مكسب الآخر هو خسارة لي. تدليل على ذلك نجد أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان هو أول من قدم نظام البشير الانقلابي إلى العالم في عام 1989، وذلك نكاية برئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي. اتهمه مبارك بالميل إلى القذافي ضد بلاده، وما أن اشتد ساعد البشير حتى حاك محاولة اغتيال مبارك الشهيرة في أديس أبابا. السياسة أفورقي أصبح خبيرا في هذه السياسة، وأصبح كذلك وعلى مدى عقود فيها، وعلى مدى عقود أصبحت أي خسارة لأديس أبابا مكسبا له. وفي هذا السياق يجب النظر إلى زيارة البرهان إلى إريتريا، ففيها يبدأ الدرس الأول له في هذا النوع من السياسة. وزير الإعلام الإريتري ماني جبر مسقل أشاد بعلاقات السودان وإريتريا، وأهال التراب على نظام البشير متهما إياه بأنه أفقر السودان وقسمه وجعله وكرا لتدريب الإرهابيين الإريتريين وغيرهم، وهدد أمن واستقرار المنطقة. الغريب أن هذا التصريح يصدر من أسمر التي كانت رئتها الوحيدة التي تتنفس بها هي الخرطوم، حتى أن وسائل الإعلام السودانية كانت تشير ساخرة إلى زيارات أفورقي إلى السودان كانت تتم بدون إعلام مسبق لرئاسة الجمهورية في شارع القصر. وختم وزير الإعلام الأريتري تصريحه بتأكيد هو زبدة الحكاية، والقول أن أريتريا ستقدم الدعم الكامل للمجلس العسكري الانتقالي وتمكينه من الانتقال السلمي للسلطة. الحقيقة أن كلام الوزير كان دقيقا بشكل لافت، فهو لم يقل الشعب السوداني بل المجلس العسكري، والدلالة هنا بالغة ومقصودة. فالاهتمام الأريتري بدعم المجلس العسكري يأتي في ظل توتر مكتوم مع أديس أبابا، والتي ملت من الكتابة عبر القنوات الدبلوماسية إلى أسمرة مطالبة إياها بإيضاحات فورية حول أسباب قفل الحدود بين البلدين، وعن أسباب منع تنفيذ الاتفاقات خاصة المتعلق منها بالتبادل التجاري وحركة المواطنين، والأهم من ذلك أسباب تعطل حركة النقل البري واستخدام الموانئ الأريترية حسب ما هو متفق عليه بين البلدين. والخارجية الأريترية تتجاهل بعناد الرد على الطلبات الإثيوبية المتكررة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السلام بين البلدين وصل إلى نهاية الشوط، وعادت المكايدات بين العاصمتين إلى الظهور، وبتحريض من أطراف ثالثة متخصصة هي أيضا في سياسات المعادلة الصفرية ضمن تجدد المماحكات بين أديس أبابا وأسمرة، وسعي كل طرف لتكبيد الطرف الآخر الخسائر الجسيمة. يأتي اهتمام أفورقي المفاجئ بالشأن السوداني، فأسمرة
تريد عرقلة وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي في السودان، وتريد أن تقدم للبرهان نصائح حول كيفية تجاهل الضغوط الدولية. وأسمرا تعتبر نفسها متخصصة في تجاهل الضغوط الدولية، خاصة ضغوط القوى العظمى والمنظمات الدولية. وهي حذرت، وتلك من المرات النادرة، الاتحاد الأفريقي من تدويل الشأن السوداني، وكان ذلك مغازلة صريحة للمجلس العسكري الذي يبحث عن أي متنفس خارجي. وأسمرا تريد أن تقدم خبراتها للمجلس العسكري في كيفية مقاومة الضغط الدولي فيما يتعلق بتجاهل المطالب حول حقوق الإنسان وقطع خدمة شبكة الإنترنت. فأريتريا ذات سجل أسود وعنيد في تجاهل حقوق الإنسان الأساسية، وهي كذلك من الدول القليلة التي تمنع فيها وسائل التواصل بشكل دائم. ففي مايو الماضي قطعت النذر القليل المتاح من الإنترنت عن مواطنيها، وتريد أن تعطي المجلس العسكري الدرس في سد الأذنين. هذه الإرشادات التي تقدمها أسمرا إلى الخرطوم لن تفيد، بل ستضر، أنها في الأساس لا تصلح للتصدير خارج أريتريا، والتي تحولت بسبب هذه السياسات إلى بركة آسنة لا حياة فيها بسبب العزلة الدولية. وأريتريا فوق كل ذلك يحركها خوف وجودي من الثورات الشعبية، فهي باختصار لا تريد لثورة شعبية أن تندلع فيها وتهدد حكم الرئيس أفورقي المطلق للبلاد. وهذا الخوف تبدى جليا في تعامل أريتريا مع ثورات الربيع العربي عام 2011. أسمرا تريد بإيعاز خارجي تحويل السودان إلى ساحة حرب مفتوحة بينها وبين أعدائها، ولا تهمها مصلحة الشعب السوداني في كثير أو قليل. من قبل حولت أسمرا الصومال إلى ساحة حرب بالوكالة بينها وبين إثيوبيا، ولم تتوقف هذه الحرب إلا باتفاق السلام مع إثيوبيا العام الماضي. والآن مع تعكر علاقاتها مع إثيوبيا مرة أخرى، تنوي أسمرا التحالف مع عواصم لا تريد الاستقرار للسودان، لأن الاستقرار في السودان وحسب اللعب بسياسة المعادلة الصفرية سوف يكون خصما على مكاسب هذه الدول. وهذا هو مغزى دعوة أفورقي للبرهان لزيارة أسمرا، وهذا ما سوف يقدمه له ولشعب السودان الذي يمر بمخاض ثوري عسير. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. قدمنا لحضراتكم متابعي إذاعة إرينا تعليق على الحدث والذي طالعناه من الإفريقية 24، حيث كتب الأستاذ فتحي عثمان تحت عنوان ما الذي سيقدمه أفورقي للسودان. وحتى جديد الملتقى، تحية طيبة ودمتم دائما بخير. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. مجلس قساوسة الكنيسة الكاثوليكية في إريتريا يطالب بإطلاق سراح معتقليه. لا زالت طلبات مجلس القساوسة في الكنيسة الكاثوليكية تتواصل بعد الخطاب الذي قدموه لوزيرة الصحة السيدة أمنة نور حسين، مطالبين بإعادة فتح العيادات وإطلاق سراح القائمين عليها والذين اعتقلوا في 13 من الشهر الجاري. الاتحاد الأوروبي يطالب الحكومة الإيطالية بالتراجع عن سياساتها بخصوص اللاجئين. طلب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإيطالية بالتخلي عن القرار الذي اتخذته مؤخرا والقاضي بتغريم أي منظمة إنسانية تعمل في مجال إنقاذ اللاجئين حوالي 50,000 يورو. منظمات دولية تنظم ندوة حول يوم اللاجئ العالمي في باريس. شهدت باريس يوم الأربعاء الماضي ندوة حول اليوم العالمي للاجئ والذي يصادف 20 من يونيو سنويا، ونظمت الندوة في مقر بلدية الضاحية الثانية في باريس بحضور عمدتها السيد جاك بواتو. وشاركت إذاعة إرينا في تنظيم هذه الندوة والمشاركة فيها. الصين تطالب بعدم التدخل في الشأن السوداني. قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هايتاو أنه يتعين على المجتمع الدولي الاحترام التام لسيادة القضاء السوداني وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وجاء تصريح المندوب الصيني بناء على مطالبة المحكمة الجنائية الدولية للمجلس العسكري في الخرطوم بتسليم الرئيس البشير و4 متهمين آخرين
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مستمعي ومستمعات الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم من زميلي عبد السلام السمراء، ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرينا.